عليه وسلم على كتابة القرآن، وكان فيه الخلفاء الراشدون، إضافة إلى أبي بن كعب وعبادة بن الصامت وأبي موسى وغيرهم من الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب القرآن كله على جريد النخل وعلى الألواح وعلى الحجر بما تيسر من وسائل الكتابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمع بعد ذلك في عهد أبي بكر الصديق. الآن ندخل في عهد أبي بكر الصديق. الصحابي الجليل أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم حافظ على نهج النبي صلى الله عليه وسلم. ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم استمر عليه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قلنا في معركة اليمامة والتي قتل فيها أحد الكذابين وهو مسيلمة الذي ادعى النبوة في حرب اليمامة، قتل هو وجيشه، واستشهد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا من خيرة القراء، استشهد 70 قارئا من الصحابة الكرام، وقلنا كان على رأسهم سالم مولى أبا حذيفة. وسالم هذا كان من أعمدة القراء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر الصديق، حتى اهتز الصحابة بموته. هذا ما جعل عمر بن الخطاب يأتي إلى أبي بكر الصديق فقال: يا أبا بكر الصديق، علينا أن نجمع القرآن، لأن 70 قارئا استشهد، وبدأ الصحابة الذين عاشوا فترة الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يموتون، فخوف من ذهاب القرآن معهم، ولو أن الله تبارك وتعالى تكفل بحفظه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظ. أبو بكر الصديق رفض هذا الاقتراح، يعني حينما اقترح عمر بن الخطاب قال: يا أبا بكر الصديق، علينا أن نجمع القرآن، رفض أبو بكر الصديق بحجة ماذا؟ قال: لا أفعل أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أنا لا أتي بشيء، لا أفعل شيء ما فعلوش النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب أصبح يلح، كما جاء في كتاب مناهي العرفان الإمام الزرقاني، في كتب الزركشي وغيره، أن عمر بن الخطاب أصبح يلح على أبا بكر الصديق، رايح وجاي عليه، رايح وجاي. عسى الله تبارك وتعالى أن يشرح صدره حتى يوافق وهو خليفة المسلمين على جمع القرآن. هذا الإلحاح من عمر، إلحاح عمر على أبو بكر الصديق، يسر الله تبارك وتعالى قلب أبو بكر الصديق فوافق أبو بكر الصديق، قال: نوافق، يلا علينا جمع القرآن الكريم. أبو بكر الصديق استشار أحد الصحابة وهو سيدنا زيد، حينما قال له: إنك شاب عاقل. حتى قال العلماء كان في عمره 23 سنة. شوف، الشاب صغير في عمره 23 سنة يشاور من؟ يستشيره عمر بن الخطاب ويستشيره أبا بكر الصديق، وهم من كبار الصحابة. أبا بكر الصديق من كبار الصحابة، يروح يستشير ذلك الشاب اللي في عمره 23 سنة، يقول له: إننا نراك شاب عاقل، وهي القصة، نريد أن نجمع القرآن الكريم. زيد سبحان الله العظيم، مدرسة واحدة كانت إجابته مثل إجابة أبا بكر الصديق، نفس الإجابة. قال له: كيف أفعل أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني الصحابة الكرام كانوا وقفين عند السنة، عند سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يعرف أنه وش معناه أن يأتي بشيء، يستحدث شيء لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يخافوا
حتى ولو أن القرآن يعني الاقتراح هو عبارة عن ماذا؟ وشنو هو الاقتراح؟ قال نجمع القرآن، لأن القرآن أصلا راه مكتوب، ماشي قال ماهوش مكتوب، قال يلا نكتبوه، راه مكتوب. يعني حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان كل القرآن مكتوب عند الصحابة، راه مكتوب خلاص، مكتوب عند يعني كتبة الوحي الذين حددهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومكتوب عند عامة الناس الذين كانوا يكتبون القرآن الكريم. يعني ما اقترحه عمر بن الخطاب ما هوش حاجة جديدة، قال نجمعوه، هذا ما كان، ولكنهم رفض أبو بكر الصديق كما كان رفض زيد. لماذا؟ لأنهم كانوا موقفين عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن شرح الله صدر زيد، شوف ربك يقدر الأمور. وهنا سر أن القرآن حفظه الله تبارك وتعالى، فشرح الله صدر زيد، وهو اللي قال والله لو كلفوني أن أنقل الجبل لنقلته، ولكن هذه مهمة أنني أجمع القرآن الكريم هي مهمة صعبة، أصعب في نظري، أصعب من أن أنقل الجبال. لماذا أيها الأحباب؟ لأنه كلام رب العالمين، هذا الكلام الذي هو خير الكلام في الوجود، خير كلام في الوجود هو كلام رب العالمين، وخير كتاب في الوجود هو كتاب رب العالمين. كان الصحابة الكرام يقدسون هذا الكتاب ويبجلون هذا الكتاب ويحبون هذا الكتاب، فكان في صدورهم وقلوبهم، وكان في أذهانهم وعقولهم، وكان في سيرتهم وأخلاقهم. فحينما سئلت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت إنه قرآن يمشي في الأرض. فكذلك كان الصحابة الكرام كانوا قرآنيون، قرآنا يسير على الأرض. زيد بن ثابت أيها الأحباب شرح الله صدره، وشرح الله صدر قبله أبا بكر الصديق، وكان عمر، فاستشاروا كبار الصحابة. نزيد نقطة جديدة، ما هي؟ أجمع كل الصحابة الكرام على جمع القرآن، ما كاين ولا واحد خالف ولا واحد عارض، كان هناك إجماع الصحابة الكرام على جمع القرآن. لو ذهبنا إلى كل كتب التفسير أو كتب القراءات أو كتب علوم القرآن وبحثنا في هذه النقطة لوجدنا أيها الأحباب أن الصحابة أجمعوا لم يخالفوا مسألة جمع القرآن الكريم. علاش؟ لأن الله عز وجل شرح صدور صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. تفضل الشيخ.
إذن أجمع الصحابة الكرام أيها الأحباب على جمع القرآن الكريم. نقطة أخرى نضيفها، أن هذا القرآن الذي جمع في عهد أبي بكر الصديق لم يكن الصحابة الكرام يعتمدون عليه، جمعه كما قال بعض أهل العلم وربط بخيط، لم يكن يعتمد عليه. لماذا؟ لأن القرآن كان محفوظا في الصدور. سلام عليكم. كان القرآن في عهد الصحابة الكرام كان موجودا في الصدور، كل واحد عنده المصحف نتاعو وين؟ في صدره. كانوا حفاظين، كانوا يحفظون لكتاب الله تبارك وتعالى ولا يعتمدون على ما جمع من القرآن الكريم. هذه مسألة ثانية. هذه اللجنة لم تكتب القرآن أيها الأحباب، ما كتبتش القرآن الكريم، القرآن كان مكتوب، وإنما جمعت القرآن، كل القرآن، وربطت بخيط، وجعل في بيت أبي بكر الصديق وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللجنة التي عينها عمر بن الخطاب وأبو بكر الصديق كان يترأسها الصحابي الجليل زيد، وقلنا كان في عمره ما يقارب 23 سنة. تصور مهمة صعبة عظيمة جدا، وفي الصحابة من كبار الصحابة يقوم بها شاب في عمره 23 سنة. لماذا أيها الأحباب؟ لماذا؟ لأن زيد كان أشهر وأكثر الصحابة حفظا للقرآن الكريم. هذه مسألة ثانية، آخر عرضة للقرآن عرضها النبي صلى الله عليه وسلم قبل وفاته كانت على زيد. آخر عرضة لرسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن كانت على من؟ كانت على زيد. يعني آخر الناس عهدا بكل القرآن، اسمع مليح هذا، آخر الناس عهدا بكل القرآن من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم شكون؟ هو زيد. يعني ما كانش اختيار هكذا اعتباطي، لا، كان رجل متخصص، كان من العلماء، كان من الذين يجيدون الحفظ، كان آخر الناس سماعا لكل القرآن الكريم من لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد جعل منهج لجمع القرآن، دار واحد المنهج، مش قال أرواح وخلاص. هذه نقطة. الأمر الثاني، كان زيد يحمل كل القرآن، كان بإمكانه هو يكتب القرآن وخلاص، كان بإمكان زيد هو يكتب القرآن، ولا وش عنده هو يقول معه 60 حزب التي سمعتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن زيد رفض هذه المسألة. لماذا؟ علاش؟ حتى لا يقول الناس قرآن زيد. مش بيقولوش قرآن زيد. شوف احنا لما نأتي لتعريف القرآن الكريم كمصطلح، القرآن الكريم نعرفه هو كلام الله عز وجل المنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين جبريل بلسان عربي مبين، المنقول إلينا بالتواتر، إلى آخر تعريف. هذه المنقول إلينا بالتواتر ايش معناها؟ معناه جماعة كبيرة عن جماعة حتى جماعة الصحابة الكرام، ثم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى جبريل عن ربه. لو اقتصر على زيد وش يولي؟ جماعة عن زيد. وراه التواتر هنا، وراه التواتر، ليس هناك تواتر، يصبح القرآن غير متواتر في جمعه. يعني منهج الصحابة في جمع القرآن الكريم أيها الأحباب حتى تكون هذه الخاصية أن القرآن متواتر، فجعل زيد منهجا. وشو هو المنهج هذا؟ في 3 نقاط. النقطة الأولى، يعني أعلن عند الصحابة، قال لهم كل واحد راهو كاتب بالقرآن الكريم، راهو كاتب، يجيب لنا واش راهو كاتب. قال فلان راه كاتب في لوحة، قال راه كاتب مثلا جزء البقرة، يجيبه. قال هذا أنا كتبته في عهد رسول الله، ويجيب معه شاهدين، يشهدوا له بأن هذا القرآن اللي راهو كاتبه وش به؟ كتبه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
على هذا الشرط أيها الأحباب، على قدر أي إنسان يكتب يقول هذا كتبته زمان، جبته. هذا الشرط حتى تتحقق الموضوعية، موضوعية التواتر وموضوعية الصدق. إذن يجي الإنسان واش راه كاتب، قال مثلا جزء ولا حزب ولا بعض الصور، يجيبها وراه كاتبها، ويجيب معه زوج شهود من الصحابة يشهدوا أن هذا القرآن كتبه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مازال هذا اللي جاء من طرف فلان حطه ومعاه الشاهدين ما يقبلوش حتى يجي صحابي آخر ولا زوج ولا ثلاثة من صحابة رسول الله، علاه يأتون وهم يحفظون هذا الذي جاء به الصحابي الآخر. معناه كاين صحابي كتبه وعنده شهود، ويجي صحابي آخر يحفظ تلك الآيات في صدره. لما يأتي هذان الشرطان، هاي كاين كتابة وكاين حفظا وعدنا شهود، يلا أعطيني هذا، فيضعه زيد مع كبار الصحابة وعلى رأسهم أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي وأبا موسى وعبادة بن الصامت، يعني علماء القرآن الكريم. أبا موسى الذي كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا مثل مزامير آل داود. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى أبي: يا أبي يا أبي اقرأ علينا سورة الممتحنة. ذات مرة النبي صلى الله عليه وسلم يدق الباب بعد صلاة العشاء في بيت أبي، ففتح الباب فوجد رسول الله عند بابي، ففرح فرحا شديدا. تصور يعني يفتح الباب وجد النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء عند الباب نتاعو، ففرح أبي فرحا يعني عظيما: يا رسول الله ما الذي جاء بك؟ قال: قد أمرني ربي أن تقرأ علي سورة الممتحنة. قال: يا رسول الله الله أمرك؟ قال: نعم. يا رسول الله الله قال أبي في السماوات السبع؟ قال: نعم. فبكى أبي، بكى فرحا. قال أهل العلم معلقين على هذا الأثر أن من الناس من ذكره الله ما عذبه يوم القيامة، من ذكره الله ما عذبه الله تبارك وتعالى. يعني تصور اللجنة هذه وش فيها: أبي وأبا موسى وعثمان وبكر الصديق وعبادة بن الصامت وعلي، ثم جمع كل القرآن الكريم في عهد أبي بكر الصديق، ربطه بخيط 60 حزب كاملة. تصوروا كل واحد وش جاب، واحد جاب جريد النخل، واحد جايب حجرة، واحد جايب يعني لوحة، كل واحد فيما تيسر له. فجمع كل هذا القرآن وربط وجعل في بيت أبي بكر الصديق. توفي أبو بكر الصديق وذهب إلى ربه. جاءت خلافة عمر بن الخطاب. لو كان ندرس خلافة عمر بن الخطاب في علاقتها بجمع أو كتابة القرآن الكريم مكاش ما كتب عند أبا بكر الصديق وكان في بيته حينما توفي أبا بكر الصديق. هذاك القرآن اللي جمعوه انتقل إلى بيت عمر بن الخطاب وبقي في بيت عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب في ميزة خلافته تفرغ لبناء المجتمع، يعني يبني الدولة. آنذاك تفرغ لبناء الدولة، أسس الجيش، أسس الشرط، الخزينة، النقود، يعني بدأ يبني في الدولة المتحضرة والمتطورة في عهد عمر بن الخطاب، وركز على الفتوحات الإسلامية. توفي عمر بن الخطاب، خلافة عثمان. القرآن الذي جمع وكان عند عمر بن الخطاب انتقل إلى حفصة، بقي في بيت حفصة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن في خلافة عثمان هنا الإشكال، وقع الإشكال. في خلافة عثمان بن عفان توسعت الفتوحات الإسلامية، الإسلام مشى، وصل إلى بلاد الروم ووصل إلى بلاد الفرس.
انتشر الإسلام، توسعت أراضي المسلمين، ودخل في الإسلام غير العرب من العجم، من الروم، من الفرس، من الأحباش، من الأقباط، من شمال إفريقيا. دخل يعني عدد كبير من الناس في الإسلام وهم من غير العرب. ما هي النتائج؟ هنا كاين النتائج. نذكر نتيجة أو ثلاث ثم نتوقف للحصة القادمة إن شاء الله. أول نتيجة وشن هي؟ بدأ يظهر لسان عربي لا يمتلك السليقة والملكة، يعني لسان غير قح. غير العرب اللي دخلوا بدأوا يكسروا في اللسان العربي. بدأ يظهر لسان عربي فيه من اللحن. هذه نقطة ألف. النقطة باء، الكثير من العجم خاصة الفرس الذين دخلوا الإسلام جابوا معهم بعض المعتقدات السابقة. ماهوش كما الإسلام في شبه جزيرة العرب بقي صافيا، نبعا صافيا، سلالا في شبه جزيرة العرب في مكة والمدينة. في الأماكن الأخرى كمناطق العراق مثلا ومناطق الشام، بعض الذين دخلوا في الإسلام جابوا معهم بعض آثار الديانات نتاعهم بما يسمى الموروثات الحضارية. بعض الآثار نتاع الديانات السابقة كأنهم استحسنوها، كأنهم رضوا بها، فجيء بها وأبقوها وهم على دين الإسلام. هذا الخلل الثاني. الخلل الثالث والأخير، الصحابة الذين عايشوا فترة الوحي كانوا يدركون ما معنى الأحرف السبع، وكانوا يعرفون ما معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن على لسان هذه القبائل. ولكن الذين دخلوا حديثا في الإسلام أو الشباب الصغير هذا اللي كبر لا يعرف هذه الميزة، فهنا وقع التناطح بين المسلمين. مثلا في تخوم الشامي والفرسي كان إذا تقدم واحد يقرأ بالناس، يصلي بالناس صلاة الجماعة، يقرأ على قراءة معينة وهي قد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني هذاك ما على بالوش بأن هذه القراءة قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يصحح أحدهم للآخر. وكان الذي يصلي لا يدري بأن النبي قد قرأ بهذه القراءة في القبيلة الفلانية، لدرجة أن بعضهم يعني ضرب بعض وسب بعض، بل حتى يروى عن بعض أهل العلم أن بعضهم كفر بعض. جاء الخبر سريعا إلى عثمان، قيل له: يا عثمان، أدرك المسلمين قبل أن يصيبهم الاختلاف كما أصاب اليهود والنصارى. فهنا جاءت فكرة أن عثمان يعني ينسخ المصحف الشريف في عهده رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. توقفوا هنا أيها الأحباب، الحصة القادمة إن أصبت فمن الله وحده وأن أخطأت من نفسي ومن الشيطان وأستسمح شيخنا الفاضل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا استقيموا اعتدلوا تراصوا لا تختلفوا، حاذوا بين المناكب والأقدام سدوا الخلل، لا تتركوا فرجات للشيطان. رحم الله عبدا سوى صفه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين،
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله
الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.